بلدي كلها من اول ما قامت ثوره 52 وبلدي محرومه من كل الخدمات اللي في الدنيا كلها. الصرف الصحي اللي البلد دلوقتي عايمه على بركه ميه. البلد حصل فيها حوادث قبل كده وعماره هنا انهارت عشان البلد عايمه كلها على الميه. في مشاكل كتير في القرية، وربما بعض إخواننا اتكلموا على موضوع الغاز أو موضوع الصرف الصحي أو موضوع الزبالة، إنما إحنا أهم من كل المشاكل دي حقيقة المشكلة في الدعوة الدينية. إن إحنا عندنا مسجد كبير وجهاز الكاميرا بتصوره دلوقتي ما بيتمش فيه أي عمل درس ديني خلال الأسبوع، مما جعل الناس في فساد ديني. مفيش إمام في المسجد؟ في إمام في المسجد، إمام بالمكافأة بيقوم بخطبة الجمعة. هذا الإمام من زمان وإمام فاضل بيقوم بخطبة الجمعة فقط بالمكافأة، إنما ما فيش إمام راتب شهري عشان يكون مكلف ومسؤول عن نظافة المسجد وعن الحفاظ على المسجد في كل شيء ومراعاة حضوره وانصرافه. الشيخ بيجي كل يوم جمعة. وأنا واحد من شباب نمر البصل وأحق واحد إن أنا أتكلم عن مركز شباب نمر البصل. في الظروف اللي البلد عايشة فيها دلوقتي كان لزاما علينا إن احنا نقدم ونتكلم عن مركز شباب نمر البصل المشهر برقم 86 لسنة 1976. مركز شباب نمر البصل كان عبارة عن غرفة مؤجرة من سنترال نمر البصل القديم. بناء عن طلب قدم لرئيس الوحدة المحلية أجر لنا أوضة عشان بس رئيس مجلس إدارة وأعضاء مجلس إدارة يقعدوا فيه، وكان زي ملهى زي قهوة أو تجمع لهم أو منتجع سياحي. قاعدين بياخدوا فلوس، الدعم بيستقبلوا الدعم كان حوالي 15,000 جنيه في السنة، مش عارفين الدعم ده بيروح فين. ناشد السيد المحافظ لأن هنا عندنا تيار عالي واخد تلت البلد متضررة منه، وحصل فيه موت بهايم وولعة وحريق وبيوت انهالت ومات فيها ناس من التيار العالي. وأرجو من السيد المحافظ أنه ينزل نظرة من عند ربنا ومن عنده لنمر البصل، لأنه بس يراها شوية 20% بس، حتى معدومة من كل حاجة.